ولكن أبو سفيان قدر يخلع هو والقافلة ويهرب من المسلمين. ولكن اللي وصل لقريش إنه المسلمين أغاروا على القافلة وما وصل لهمش إنه أبو سفيان قدر ينجح إنه يعدي بيه. ولكن واحد زي أبو الحكم رفض الكلام ده. هنحارب يعني هنحارب. يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. بينما قبيلة قريش اتقتل منها صفوة قادتها. ولكن بعد غزوة بدر الأمور ما كانتش سهلة زي ما انت متصور، وده بالتالي أدى لغزوة أحد، واللي كانت أكبر تحدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقتها ما كانوش 1000 مقاتل، قريش حشدت أكتر من 3000 مقاتل. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. في غزوة بدر كان قادة قريش كانوا كبار في السن زي أبو الحكم وأمية وغيره، ولكن المرة دي الشباب وصفوة المقاتلين. زي سيف الله المسلول خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة. وفي بداية المعركة المسلمين كانوا منتصرين وكانوا كاسحين جيش قريش. هلم إلى المبارزة. ولكن بسبب مخالفة تعليمات سيدنا محمد ونزول الرومان من على الجبل عشان يلموا الغنايم اللي كانوا شايفينها، سيدنا خالد بن الوليد لاحظ الثغرة دي في جيوش المسلمين والتف حواليه، واتضغط جيش المسلمين أكتر وأكتر لحد الهزيمة. وهنا كانت الهزيمة بسبب مخالفة التعليمات مش ضعف الإيمان. ولكن المسلمين بعد المعركة ما اتكسروش، وبدأوا ينتشروا برضه في شبه الجزيرة العربية ويدعوا للدين الجديد، وبدأت الدعوة الإسلامية تستقطب ناس كتير من اليمن وباقي الجزيرة العربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأسس لدولة قوية بتقوم على أسس من العدالة والمساواة، وأصبح الإسلام قوة لا يستهان بيها. وبس كده، أنا عمر وده برنامج مؤرخ. سلام. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.